أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن مفهوم ممكن نقول عليه إنه هو قلب الذكاء الاصطناعي الحديث كله. لو فهمنا المفهوم ده صح هنفهم تقريبا كل حاجة شغالة إزاي، من أول Stable Diffusion لحد Control Net. المفهوم ده هو الفضاء الكامن أو Latent Space، فيلا بينا نتعمق فيه ونفهم سره. خلينا نبدأ بسؤال ممكن يبان غريب شوية. إزاي جهاز كمبيوتر اللي هو في الآخر آلة بتفهم أرقامه بس يقدر يعمل عملية حسابية على مفاهيم مجردة زي دي؟ يعني إزاي بيقدر يفهم إننا لو أخدنا مفهوم الملك وشلنا منه صفة الرجل وزودنا عليه صفة المرأة الناتج المنطقي يكون ملكة؟ الإجابة على اللغز ده كله موجودة في مفهوم واحد، هو ده المحرك الخفي اللي بيشغل أغلب لو مش كل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي بنشوفها النهاردة. السر كله في الليتنت سبيس. طيب، جميل. إيه هو بقى latent space ده؟ عشان نفهم الموضوع ببساطة، تعالوا نبدأ بمعنى الكلمة نفسها. كلمة latent أصلها لاتيني ومعناها مخفي أو غير ظاهر، يعني بنتكلم عن فضاء من المعاني المخفية. ببساطة شديدة تخيلوا إننا بناخد بيانات ضخمة ومعقدة جدا زي صورة عالية الجودة أو ملف صوتي طويل، وبنعصرها، بنضغطها في تمثيل رياضي صغير جدا. الأهم بقى إن التمثيل الصغير ده بيحتفظ بالجوهر، بالمعنى الأساسي للبيانات الأصلية. يعني هو زي ما بنقول كده خلاصة الخلاصة اللي فيها كل النكهة بس في حجم أقل بكتير. وعشان نحس بقوة الضغط دي تعالوا ناخد مثال عملي بالأرقام عشان نتخيل الفرق المهول في الحجم ده عامل إزاي. بصوا على الرقم ده، صورة واحدة بس عالية الدقة، مقاسها 1024 في 1024 بكسل بالألوان. هي في الحقيقة عبارة عن مصفوفة فيها أكتر من 3 مليون رقم. متخيلين؟ كمية بيانات رهيبة عشان نوصف صورة واحدة بس. والتعامل مع الكمية دي بشكل مباشر صعب جدا ومكلف جدا لأي كمبيوتر. طيب بنعمل إيه في كل البيانات دي؟ بندخلها على مكون مهم جدا في أي شبكة عصبية اسمه الإنكودر أو المشفر. واحد من أشهر أنواعه هو ال VAE. وظيفة الإنكودر ده إنه يتعلم إزاي يستخلص المعنى المهم بس من الصورة، ويرمي كل التفاصيل الزيادة اللي مش محتاجها زي النويز أو الشوائب. والنتيجة بعد ما الصورة دي بتعدي على الإنكودر، ال3 مليون رقم دول بيتحولوا ل16 ألف رقم بس. تخيلوا الفرق، إحنا بنتكلم عن نفس جوهر ومعنى الصورة الأصلية لكن في مساحة أصغر بحوالي 200 مرة. هو ده بقى اللي بنسميه Latent Representation أو التمثيل الكامن. رياضياً بقى، العملية دي بنعبر عنها بمعادلة بسيطة جداً. بنقول إن Z بتساوي F of X. الإكس هنا هي البيانات الأصلية الكبيرة اللي بنسميها عالية الأبعاد أو High Dimensional عشان فيها تفاصيل كتير جداً، والزد هي التمثيل الصغير والمضغوط في الفضاء الكامن اللي بنسميه قليل الأبعاد أو Low Dimensional. أما الإف فهي الدالة اللي بيقوم بيها الإنكودر عشان يعمل التحويل ده. طيب إيه المثير في الفضاء ده؟ هل بس عشان هو صغير وفعال؟ لا، السحر الحقيقي مش في إنه صغير وبس، السحر في طريقة تنظيمه من جوه. الليتنت سبيس مش مجرد بيانات مضغوطة بشكل عشوائي، لا، ده عامل زي خريطة دقيقة جدا للمعاني. ودي أهم القاعدة في الشرح كله. كل نقطة في الفضاء ده بتمثل فكرة أو معنى معين، والنقط اللي معانيها قريبة من بعض في الحقيقة بتكون قريبة من بعضها في الفضاء ده. يعني نقطة بتمثل قطة هتلاقيها قريبة جدا من نقطة بتمثل نمر، لكن هتلاقيها بعيدة قوي عن نقطة بتمثل عربية. وعشان نقيس المسافة أو التشابه ده بشكل رياضي دقيق بنستخدم أداة مشهورة جدا اسمها cosine similarity. دي المسطرة بتاعتنا اللي بنقيس بيها قد إيه مفهومين قريبين من بعض في المعنى جوه الخريطة دي هي المعادلة بتاعتها. ومن غير ما نتخض أو ندخل في تفاصيل رياضية معقدة، المعادلة دي ببساطة شديدة بتقيس الزاوية اللي بين متجهين بيمثلوا مفهومين. كل ما الزاوية دي كانت أصغر، كل ما كان المفهومين دول شبه بعض أكتر. والنتيجة اللي بتطلع بتكون رقم سهل جدا نفهمه، بين -1 و1. لو النتيجة قريبة من 1 يبقى المفهومين دول توأم شبه بعض جدا. لو قريبة من 0 يبقى مفيش علاقة واضحة بينهم، ولو قريبة من -1 يبقى معناهم عكس بعض تماما. تمام. دلوقتي بعد ما فهمنا إن الفضاء ده منظم حسب المعنى، نقدر أخيراً نرجع للسؤال اللي بدأنا بيه في الأول ونشوف إزاي السحر ده بيحصل على أرض الواقع. عشان الفضاء الكامن منظم بالطريقة العبقرية دي، بقى ممكن نعمل عمليات حسابية عادية جداً على المفاهيم نفسها. لما بنقول ملك ناقص رجل زائد امرأة، إحنا في الحقيقة بنعمل عمليات طرح وجمع على المتجهات اللي بتمثل المفاهيم دي، والنتيجة بتكون متجه جديد
قريب جدا من المتجه اللي بيمثل كلمة ملكة. دي فكرة ثورية بتخلينا نتعامل مع المعاني كأنها أرقام. طيب الكلام النظري ده جميل قوي، بس بنستخدمه في إيه في حياتنا؟ واحد من أشهر وأقوى التطبيقات هو نموذج توليد الصور Stable Diffusion اللي كلنا بنستخدمه ونشوف إبداعاته كل يوم. في سر صغير كده كتير من الناس ممكن ما تبقاش عارفاه. Stable Diffusion مش بيشتغل على بيكسلات الصورة نفسها بشكل مباشر، لأ، الشغل كله، عملية إضافة النويز وإزالتها، كل ده بيحصل جوه الفضاء الكامن الصغير والفعال ده، عشان كده أصلاً اسمه Latent Diffusion Model. العملية بتمشي في 4 خطوات أساسية. أولاً، الصورة والنص بيتحولوا لتمثيل صغير جوه الليتن سبيس. تانياً، النموذج بيبدأ يضيف نويز أو ضوضاء للتمثيل ده. تالتاً، ودي الخطوة الأهم، بيبدأ يشيل الضوضاء دي بالتدريج عشان يكون مفهوم جديد. وأخيراً، بيستخدم مكون تاني اسمه ديكودر عشان يفك ضغط التمثيل ده ويرجعه لنا في شكل صورة جديدة تماماً عمرنا ما شفناها قبل كده. طب ليه اللفة دي كلها؟ ما نشتغل على البيكسلات على طول ونخلص. السبب هو إن الشغل في الفضاء الكامن الصغير ده أرخص وأسرع بمراحل من الشغل على ملايين البكسلات في الصورة الأصلية. هو ده اللي خلى نماذج توليد الصور ممكنة ومتاحة على أجهزة عادية في بيوتنا، مش بس على سيرفرات عملاقة. طيب عشان نلم كل الكلام المهم ده، خلينا نلخص كل اللي قلناه في كام نقطة أساسية. دي الخلاصة اللي لازم نطلع بيها من شرح النهاردة. أول حاجة، الليتنت سبيس هو تمثيل مضغوط وله معنى للبيانات. تانياً، بيتكون عن طريق انكودر بيحول من أبعاد عالية لأبعاد منخفضة. تالتاً، هو منظم حسب المعنى والمسافة جواه بتعبر عن التشابه. رابعاً، بنستخدم الكوساين سيميلاريتي عشان نقيس التشابه ده. وأخيراً، هو المحرك الأساسي لكل حاجة توليدية تقريباً، من ستيبل ديفيوجن لنماذج فهم اللغة والصور زي كليب وغيرها كتير. ودلوقتي ده بيفتح الباب لسؤال مثير جدا للتفكير. بما إننا بقى معانا أداة تسمح لنا نعمل عمليات حسابية على الأفكار والمعاني نفسها، مش بس على الأرقام، تخيلوا إيه هي المفاهيم اللي ممكن ندمجها مع بعض أو نطرحها من بعض عشان نخلق حاجة جديدة تماما. الفكرة دي لوحدها بتورينا مستقبل الذكاء الاصطناعي رايح على فين، عالم نقدر فيه نمزج الأفكار ونخلق مفاهيم جديدة تماما.